أهلا أهلا بمتابعيني الحلوين مع فيديو جديد وملخص أجدد. وقبل ما نبدأ أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو حابين نبقى صحاب ونتعرف على بعض أكتر ممكن تتابعوني على انستجرام، هتلاقوا لينك في الديسكريبشن تحت. ويلا بينا نشوف. فيلمنا بيتكلم عن شخصيتين مختلفين تماما عن بعض، وهما ياسمين وعزام. الشخص المتدين الخلوق اللي مقرر انه يبقى إمام جامع ويتجوز بنت متدينة زيه، على عكس ياسمين البنت اللي بتكره الحجاب وبتلبسه غصب عنها بس علشان ترضي أبوها، وكمان في علاقة محرمة مع صديقها في الجامعة. فتفتكروا الاتنين دول هيتقابلوا ازاي؟ ويا ترى لو اتقابلوا مصيرهم هيتغير الأحسن ولا للأسوأ؟ أكيد لا تابعتوا معانا الملخص هتعرفوا كل حاجة. بيبدأ فيلمنا بياسمين وهي بتقوم مفزوعة من النوم لأن أخوها تيتو عمال يصرخ في وشها وبتطلب منه يسكت، وبترجع تنام تاني بس هو ما بيسيبهاش في حالها، وبتطلب منه يخرج بره لأنه بيلعب كورة ومضايقها. فبيقول لها بصي للساعة بقت كام، ولما بتبص فيها بتتصدم لما بتعرف إن هي اتأخرت، بتقوم تجري على طول علشان تلبس وتروح لشغلها. وأول ما أبوها بيشوفها بيطلب منها تلم شعرها وتلبس الطرحة لأن ما ينفعش تخرج كده، فبتسمع كلامه وبيظهر إن هي ما بتحبش الحجاب وبتلبسه بس علشان خاطر أبوها، وبيطلب منها قبل ما تمشي تتعود على لبس الحجاب. بتبقى طالبة شخص بالمطار بتاعه علشان يوصلها، ولما بتيجي تركب أبوها بيتخانق معاها وبيعرفها ما ينفعش تركب ورا الشخص ده علشان هيحصل ما بينهم تلامس، والتلامس حرام. وبيطلب منها تحط الشنطة فاصل ما بينهم هما الاتنين، وبيطلب منها تلبس الخوذة وبيودعها وبيمشي. صاحب الموتور بيوصلها لحبيبها باربل، واول ما بتشوفه على طول بتشيل الطرحه وبيعرفها ان هي اتاخرت، وبتقوله ان هي اتاخرت 10 دقايق بس علشان كانت بتحلم بيه. وبتركب ورا الموتور وبيبقى مبسوطين سوا، وبعدها بتروح الجيم وبتبقى بتتدرب بشكل قاسي لدرجه ان هي ما بتبقاش قادره تاخد نفسها. وحبيبها بيفتح لايف بيوريها للكل وبيقول لهم اتفرجوا على زوجتي ياسمين اللي بتتدرب بكل حماس، بس ياسمين بتتخانق معاه وبتمشي. بعدها بتروح الجامعة وصاحبتها بتفضل تسألها على الفيديو اللي باربل نزله، بس ياسمين بتبقى مبسوطة وصاحبتها بتحاول تفهمها ان اللي باربل عمله غلط وهو بالشكل ده حطها في موقف صعب. بس ياسمين بتتخانق مع صاحبتها مينج، فبتطلب منها تقول لأبوها على الحقيقة كلها وتتجوز بشكل رسمي هي وحبيبها، بس كأنه عفريت لأنه بيجي لهم في اللحظة دي. وطبعا مينج بتتخانق معاهم لأن اللي بيعملوه ده حرام وما ينفعش يكون ما بينهم تلامس. وباربل بيتخانق معاها فبتقول له اللي باقول لك عليه ده اسمه الامتثال، وطبعًا لإنهم مش مهتمين بالدين ما بيبقوش فاهمين كلامها. وبرضه باربل بيمسك إيديها وبيعرفها إنه عنده تدريب مهم، وبياخدوا بعضهم وبيمشوا هما الاتنين. ياسمين بتتعب من كتر المشي وبتطلب منه يركبوا عربية لإنها مش قادرة تمشي، بس بيقول لها امشي ما تبقيش كسولة. وبالليل بيوصلها لبيتها وقبل ما تدخل بتلبس الطرحة، ولما بيجي يمسك إيديها بتعرفه إن هي لبست الطرحة وما ينفعش يقرب منها. وبتوصل البيت وأمها بتسألها على السبب اللي خلاها تتأخر، فبتعرفها إن هي كانت في المكتبة وأبوها بيجي لها وبيقول لها جهنم مكان الكدابين يا ياسمين. بتعرفه إن هي ما بتكذبش، وبتتفاجئ لما أبوها بيوريها الفيديو اللي انتشر وبيفضل يتخانق معاها وبيحاول يفهمها إن الارتباط حرام، فبتقوله الارتباط ده شيء عادي. وأمها بتوصل وبتحاول تهديهم وبيعرفها إن ظهورها على النت لوحده حرام لأن المرأة ما ينفعش تنزل صورها على النت. بس ياسمين بتبقى بجحة في التعامل مع أبوها وبتدخل لأوضتها وبتقفل الباب في وشه، وزوجته بتحاول تهديه. وتاني يوم كالعادة بتفضل تحلم إن هي وباربل اتجوزوا، وبتصحى بسبب أخوها تيتو وبتلاقي الساعة 7:30 وبتتفاجئ بإن أبوها جايب لها عريس، والعريس اللي جايبه اسمه عزام وابن صديقه أحمد. وطبعا هي بتبقى متضايقة لأنها كل يوم بتحلم بفرحها هي وباربل، وأمها بتطلب منها تجهز نفسها علشان تقعد مع العريس. وبيتجمعوا كلهم سوا وبيتفاجئوا أول ما بيشوفوها لابسة اللبس ده. طبعا بنعرف إن هي لبسته علشان تطفش العريس، فبيمشوا كلهم وبيسيبوهم قاعدين مع بعض، وبيعرفها إن هما الاتنين مختلفين عن بعض لأنه عاوز يتجوز ويكون أسرة إنما هي لأ. وبيطلب منها رقمها بس بترفض، وبيقول لها إن كل حاجة مرتبطة بالقدر. وفي الآخر بتاخد التليفون وبتكتب له رقمها وبتقول له أنا هبقى عدوتك، فبيقول لها عدونا الأكبر هو الشهر. كالعادة بتروح لصاحبتها وبتحكي لها على كل حاجة، بس بتبقى بتتمسخر على اللبس اللي هي كانت لابساه. وطبعا ياسمين بتبقى متضايقة وبتفضل تتمسخر عليها، وحبيبها بيتصل عليها فبتروح تقابله وبيقعدوا سوا في الكافيه، وبيعرفها ان الطبق ده ليهم هما الاتنين لان سعراته الحرارية 250 كالوري، وبيبقى بيهتم بكل حاجة لانه مدرب جيم. ولما بتيجي تاكل الساندوتش ده بياخده منها وبيقول لها احنا لازم نراقب كل حاجة بناكلها وما ينفعش ناكل كده وخلاص. وبيقول لها انا رايح اطلب لك سلطة، فبتتضايق
بالليل وهي قاعدة لوحدها عزام بيبعت لها رسالة وبيعرفها إن ده رقمه وبيطلب منها تسجله، وبتتفاجئ لما بتخرج وبتلاقيه بره. وقبل ما تمشي أبوها بيجبرها إن هي تقعد معاه وبيسيبهم قاعدين سوا، وبيطلب منها تحضر بكرة للمكان اللي هو هيقرا فيه قرآن، وبيعرفها إن أخته الصغيرة فاطمة وأبوها هيبقوا موجودين، فبترفض وبتعرفها إن هي عندها جامعة بكرة. بس أبوها بيجيلها وبيقول لها أنا أخدتلك أجازة، وطبعًا بتتدبّس في الموضوع. طول العربية بتبقى متضايقة ومش طايقاهم، فأبوها بيقول لها عزّام أخد قرار إن هو مش هيتجوّز غيرها، وبتسأل فاطمة الصغيّرة هي بتتفرّج على إيه على التابلت، فبتعرّفها إن هي بتتفرّج على كرتون، فبتقول لهم أخيرًا حد عاقل مش غرقان في الدين زيّكم. بس بتتفاجئ لمّا بتعرف إن هي بتتفرّج على كرتون عن قصة حياة السيدة فاطمة، وأبوها وعزّام بيفضلوا يضحكوا ويتمسخروا عليها، وبيوصلوا للمسجد وعزّام بيقرر يحكي لهم عن قصة سيدنا محمد، فبتطلّع التليفون وبتبدأ تصوّره. تليفونها بيرن في اللحظة دي والكل بيتخانق معاها وبيطلبوا منها تقفله، بس بيرن تاني فبتضطر تخرج. وبيبقى باربل وبيتخانق معاها لأنها راحت المسجد وسابت التمرين بتاعها، وبيعرفها إنه عارف كل حاجة من صديقتها. ولما بتقفل التليفون بيجيلها عزام وبيطلب منها تدخل جوه، فبتقول له أنا مش مناسبة ليك ابعد عني. بس ما بيتضايقش من كلامها، بالعكس بيقول لها إنه بيحب القتال وإن أذان العصر هيأذن وهي لازم تدخل علشان تصلي، بس بتطنشه ولأنها غيرتانة بيديها الشال بتاعه. بالليل بيقعد مع أمه وأبوه وبيعرفوه إن هما مش هيجبروه على أي حاجة، فبيقول لهم إن هو صلى صلاة استخارة وحس بارتياح، فبيبقوا مبسوطين لأنهم أعجبوا بياسمين لما شافوها. وبيروح لها تاني يوم فبتبقى عايزة تضايقه وبتخرج له بشعرها، فبيستغفر ربنا أول ما بيشوفها وبيديها الهدية دي. ما بيرضاش يبص لها نهائي علشان ما يخش ذنوب، وبيحرفها إنه عاوز يتكلم معاها ضروري، وبيطلب منها تدخل تلبس الطرحة وتغير لبسها، بس بترفض لحد ما بيتضايق منها وبيسيبها وبيمشي. بيرجع تاني وبيطلب منها يتوضى لأنه عاوز يفضل على وضوء طول الوقت، فبتفضل تتفرج عليه من بعيد وأمها بتبقى شايفاها. وبالليل بتقعد لوحدها وبتفضل تفتكر ذكرياتها مع باربل، ما بتبقاش قادرة تنساه، وبرضه بتفضل تتفرج على صور عزام ما بتبقاش عارفة تعمل ايه. وتاني يوم بترجع البيت وبيبقى معاها باربل، وعزام بيبقى مستني أبوها وهو بيتضايق لما الاتنين ما بيردوش عليه السلام، وبيتصدم لما بتعرفه إن هو حبيبها، فبيقوله إن هو صديق أوي ياسمين، وبيقرر يضايقهم أكتر. ما بيرضاش يمشي وبيعرفهم إن هما ما ينفعش يلمسوا بعض لأنهم مش محارم، فده بيضايق باربل وبيبقى هيضربه. بس ياسمين بتفضل تترجاه ما يعملش مشاكل، وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض لحد ما بترش عليهم مية علشان يبطلوا خناق. تاني يوم بتروح الجامعة وبتتفاجئ لما بتلاقي عزام مستنيها وبيطلب منها تسامحه لأنه عمل مشكلة آخر مرة، وبيطلب منها يخرجوا مع بعض علشان يتعرفوا على بعض أكتر. فبتقوله ازاي هنخرج مع بعض من غير محرم، فبيعرفها إنه جايب أخته فاطمة معاه، وبيفرح لما أخته بتطلب منها تلبس الحجاب وبيخرجوا لمكان عام، وبتبقى فاطمة ماشية في وسطهم علشان ما يحصلش تلامس، وبيقعدوا ياكلوا سوشي مع بعض. عزام بيعرفهم إن السوشي ممكن يبقى حرام لأنهم مش عارفين هو معمول من إيه، وبيزعق لأخته لما بتقوله إن هي نفسها تجربه، وبيطلب من أخته تروح العربية لأنه عاوز يتكلم مع ياسمين، وبتتعصب منه وبتقوله إحنا الاتنين مختلفين عن بعض وما ينفعش نتجوز، وبيعرفها إنه عاوز يتجوزها علشان يغيرها للأحسن، والمفروض كل واحد ياخد فكرة عن التاني ويحاول يغيره للأفضل. وبيجي لهم الشخص ده وبيطلب منهم تبرع للمسجد، بس ياسمين بترفض تديله، بس حسام بيطلع له فلوس. وطبعا ده عكس اللي باربل عمله أول ما شاف الشخص ده وطلب منه يتبرع للمسجد وقال عليه نصاب وحرامي، وبتزعق له لأنه اتبرع. بيعرفها إنه خرج الفلوس دي لله، فبتحاول تفهمه إن الشخص ده حرامي، وبيمشوا وراه بيكتشفوا في الآخر إنه فعلا بيلم تبرعات للمسجد وبيوصلها البيت. وقبل ما تدخل بتقوله أنا عارفة إن أنت مطيع لأهلك، بس أنا عاوز أعرف أنت عاوز تتجوزني علشان هم قالوا لك عليا ولا علشان أعجبت بيا. فبيعرفها إن هو عاوز يرضي أبوه وأمه، بس لما شافها بقى دايما بيردد اسمها في صلاته، فبتتكسف منه وبتودعه وبتمشي. والحلم اللي بتحلمه كل يوم بيتغير وبيبقى عزام بدل برضه. تاني يوم ياسمين بتبدأ تغير لبسها وتلبس محتشم وواسع عن الأول لدرجة إن كلهم بيبقوا منبهرين بيها. وفاطمة بتطلب منها تنضم ليهم لأنهم رايحين القرية سوا، فبتسمع كلامها وبتتفاجئ لما بتروح للمكان ده وبتعرف إنه دار أيتام، وبيعرفها إن أساتذة الجامعة والأشخاص المشهورين واللي معاهم فلوس كتير بيجوا للمكان ده علشان ياخدوا ثواب. وبتفضل تتفرج على عزام هو بيعلم الأطفال القرآن، وبيظهر كده إن هي بدأت تعجب بيه بسبب حنيته عليها وكمان على الأطفال.
بعدها بيقعد معاها وبتعرفه إن الأطفال دول صعبانين عليها، فبيقول لها ده بيعلمنا إن إحنا دايما لازم نشكر ربنا، لأننا طول ما إحنا بنشكره طول ما هو بيزود نعمته علينا. فبتقول له هو ينفع اتنين ما يعرفوش بعض يتجوزوا من غير حب؟ فبيعرفها إن هو وقع في حبها من أول ما شافها، فبتفضل تضحك وتتمسخر عليه لأنه وقع في حبها من أول نظرة. وبتقول له بس أنا مش متدينة زيك، وبتعرفه إن هي جعانة، فبيطلب منها يروحوا ياكلوا في مطعم. فبتوافق وبيعرفها إن هو لازم يتصل على أبوها وياخد إذن الأول. فبتبقى مستغرباه، ولما بتمنعه بيقول لها أنا عرفته إن إحنا رايحين لدار الأيتام، بس ما قلتلوش إن إحنا رايحين ناكل سوا. بتبقى مستغربة تصرفاته وفي نفس الوقت بتبقى منبهرة بيه، وبيقعدوا ياكلوا كلهم سوا وبتبقى مبسوطة، وبيوصلها البيت وبتفرح لما بتلاقيه جايب لها هدية. وبتفضل طول الليل تقرا في الكتاب اللي هو جايبه لها، وبتقعد مع أبوها اللي بيفضل يحكي لها ذكرياته هو وأحمد أبو عزام. وفجأة بيفضلوا يعيطوا وبيعرفوا إن هو عاوز يبقى أب صالح ليها وخايف عليها من الدنيا، وبيحاول يفهمها إن عزام الشخص المناسب ليها وهيحميها من أي شر. تاني يوم بيتجمعوا كلهم مع بعض، وعزام بيبقى خايف ترفضه بس بيفرح لما بتوافق، وبيبقوا كلهم مبسوطين. وحبيبها بيتصل عليها فبتعرفه إن هي مشغولة، وبتخليه يقفل على طول، وبتبقى متوترة وخايفة. هي بتكلمه وبتتبسط لما عزام بيجيلها وبيعرفها إن هو مبسوط إنها وافقت. وفاطمة بتبدأ تصورهم هما الاتنين، وبالليل أمها بتقول لها إن هي لازم تنفصل عن حبيبها وتعرفه إن هي بقت على علاقة بشخص تاني وتبعد عنه. وطبعا أبوها بيبقى واقف بعيد وسامع كل حاجة، وبيقعد معاها وبتعرفه إن هي هتتكلم معاه، وبتطلب منه ما يتدخلش. بعد ما بيمشوا بتبقى محتارة ومش عارفة تعمل ايه. وتاني يوم بتفضل تبص لصورهم سوا لحد ما مينجي بتجيلها وبتعرفها ان هي وعزام هيتجوزوا. فبتبقى فرحانة وبتطلب منها تروح تكلم باربر وتنفصل عنه بشكل نهائي، لانها مستحيل تلاقي افضل من عزام فبتسمع كلامها. بالليل بيقعدوا هما الاتنين وكل كلامه بيبقى عن اللياقة البدنية والجيم، ما بيديهاش اي فرصة ان هي تقول حاجة، وبياخدها وبيروحوا هما الاتنين للقاء هو اللي عامله. وبيبقى لقاؤه كله عن موضوع الجيم، بس بتحصل مشكلة كبيرة وبيتخانقوا مع بعض لما بتقول المذيع ان هي وباربل اصدقاء، وبتسيب المكان وبتمشي. فبيروح وراها وبيفضل يتخانق معاها، بس هي اللي بتتعصب منه وبتعرفه ان هو مش مهتم بيها، وبينفصلوا هما الاتنين بشكل رسمي. وبتركب العربية وبتفضل تعيط. عزام بيتصل عليها في اللحظة دي وبيطلب منها يروحوا هما الاتنين لدار الأيتام بكرة، فبتوافق على طول وبتبقى مبسوطة وهي بتكلمه. وبتتأكد في اللحظة دي إن هي نسيت باربل وبقت بتحب عزام. وتاني يوم بيروحوا لدار الأيتام وبيبقوا مبسوطين مع بعض، وبعدها بيوصلها البيت وبيودعها وبيمشي. وبيتصل عليها حبيبها وبيطلب منها يتقابلوا علشان عايزها في موضوع مهم، فبتروح تقابله من غير ما تعرف أبوها. أبوها في الوقت ده بيفضل يخبط عليها، بس لما ما بيلاقيهاش موجودة بيفكرها مع عزام. ولما بيتصل عليه بيعرفه إنه وصل ياسمين البيت من فترة كبيرة، وبيبدأ يقلق هو كمان عليها، وبيعرفه إنه هيروح يدور في كل مكان. وهي في الوقت ده بتبقى في المطعم مع حبيبها، وبيعرفها إن هما المفروض يحتفلوا بمناسبة مرور 4 سنين على ارتباطهم. وعزام بيبقى في العربية وبتتصل عليه صديقة ياسمين وتعرفه مكانها. بيروح لها على طول وهو قلقان عليها وخايف، وهي في الوقت ده بتبقى بتشرب مع بار. عزام بيوصل وبيتصدم لما بيشوفها سكرانة، وبياخدها بيرجعها البيت. ولما بتفوق ما بتبقاش فاكرة أي حاجة، وبتتصدم لما أخوها بيجيلها وبيعرفها كل حاجة. وبتروح لأمها وبتفضل تعيط وبتوعدها إن هي مش هتعمل كده تاني، وبتعرفها إن هي لازم تطلب المغفرة من ربنا وتقابل عزام وتعتذر له على اللي حصل. وبتفضل تترجى أبوها لحد ما بيسامحها، وبتروح لأوضتها وبتقرر تصلي وتطلب من ربنا المغفرة. بتلتزم بالحجاب الشرعي لدرجة إن صاحبتها أول ما بتشوفها بتبقى مصدومة منها، وبتفرح لما بتعرف إن هي نجحت، وبتتخانق معاها لأنها واقفة ما بين نارين، لأنها عاوزة تفضل مع حزان وفي نفس الوقت عاوزة تفضل مع باربل. وبيجي لها في اللحظة دي وبيبقى جايب لها باقة ورد وبيطلب منها يتكلم معاها، فصاحبتها بتسيبهم سوا وبتمشي. وبيفضل يترجاها تسامحه بس هي بترفض، وبتروح لصحابها وبتفضل تضحك وتهزر معاهم وبتطنشه تماما كأنها مش شايفاه. وبيجي بعد مرور شهرين وخلاص بتبقى بتحضر حفلة تخرجها، وبتفضل تدور على عزام بس ما بيبقاش موجود. بتفرح أول ما بتشوفه وبيبقى جايب لها هدية وبتطلب منه يسامحها على اللي حصل آخر مرة، وإنها ندمانة على كل حاجة. وبتعرفه إن هي شربت علشان تعرف حبيبها السابق إن هي عاوزة تنفصل عنه، بس شربت كتير لدرجة إن هي سكرت. فبيعرفها إن هو هيسامحها بس لازم تطلب المغفرة الأول من ربنا، وبيعرفها إن ربنا هو اللي جابه هنا، هو ما جاش لوحده. وبيطلب منها إن هي تقرب من ربنا أكتر من كده وتكون مطيعة. وبتفرح لما بيطلب منها الجواز، ما بتبقاش مصدقة اللي هي سامعاه،
وبتوافق على طول وبتشكره على كل حاجة، وبيبقوا هما الاتنين مبسوطين. حبيبها بيوصل في اللحظة دي، ولما بيشوفها مع عزام بيبقى متضايق، ولما بيجي يروح لها أبوها بيمنعه وبيطلب منه يبعد عن بنته، فبيفضل يعيط لأنه بيحبها وما يقدرش يستغنى عنها. فبيعرفه إن الحب ده أعمى، ولو هما الاتنين اتجوزوا هياخدوا بإيدين بعض للهلاك، وبنته لازم تتجوز شخص صالح ياخد بإيديها للجنة. وبيحاول يفهمه إن عزام مختلف عنه تماما، لأنه عاوز يبقى إمام جامع وشخص صالح لأولاده في المستقبل على عكسه تماما. وبيطلب منه يمشي لحد ما بيسمع كلامه، وبيبص لياسمين من بعيد بس بتطنشه تماما، فبياخد بعضه وبيمشي. بالليل بيتفقوا على ميعاد الجواز وعلى كل حاجة، وعزام بيطلب منهم إنه يجيب عيلته علشان يكملوا باقي مراسم الجواز وكل العادات والتقاليد اللي هم اتفقوا عليها، وبيودعهم وبيمشي. وبيفضلوا كلهم يبصوا لياسمين، فبتتكسف وبتدخل البيت. وبنرجع تاني لحسام، وبيبقى راكب العربية بتاعته، وبيجيله اتصال من شخص غريب، ويبقى الشخص ده هو باربل، وبيطلب منه إن هما الاتنين يتقابلوا. وبيتفاجئ لما بيلاقيه موجود في صالة الألعاب الرياضية وسكران، وبيفضل يتخانق معاه بس بيحاول يهديه وبيفضل يضرب فيه. ولما حزام بيجي يدافع عن نفسه بيستغفر ربنا وبيبعد عنه، وبيقرر إنه يمشي. بس باربل بيمسك آلة حادة وبيضربه بيها لحد ما بيغمى عليه وبيروح المستشفى. ياسمين بتبقى حاسة بالذنب لأن كل حاجة حصلت بسببها، وبتعتذر من عزام، بس بتعرفها إن كل حاجة حصلت بإيدين ربنا وهي ملهاش علاقة بالموضوع ده، وما ينفعش تحمل نفسها الذنب كل حاجة. وبتروح للجامع وبتفضل تصلي وتدعي، وبتفضل تفتكر ذكرياتهم سوا وكل الكلام اللي كان بيقوله لها، وبتفضل قاعدة جنبه. وبعد ما بيخرجوا كلهم من الأوضة بيوصل باربل وهو لابس قناع وبيبقى ناوي على شر، بس أول ما بيسمع الصوت بيستخبى على طول. وعزام بيفوق، وأول ما بيشوف ياسمين بيفرح وبيشكرها لأنها فضلت تدعيله إنه يبقى كويس، وبتشكره لأنه قربها من ربنا وخلاها تتغير. وطبعا باربل بيبقى واقف بعيد وشايف كل حاجة، وبيقرر إنه يبعد عنهم، وبيروح يسلم نفسه للشرطة علشان يتعاقب على اللي عمله في عزام. بيجي بعد مرور مدة كبيرة وعزام وياسمين بيتجوزوا بشكل رسمي، وكل اللي موجودين بيبقوا مبسوطين، وبيلبسها الخاتم وبياخدها قدام البحر وبيعرفها إنه بيحبها، وبتطلب منه يوعدها إنه هيحبها على طول. فبيتمنى تدوم قصة الحب ما بينهم ويفضلوا مع بعض لحد ما يتقابلوا في الجنة. وهنا بيخلص فيلمنا، ودي كانت قصتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان في أفلام أجدد وألذ معانا. وبس كده.